لك حاجه، تخيلي انت حد كل ما بتبقي متضايقه يفرحك، كل ما يلاقيكي زعلانه يخرجك. بذمتك ده شخص هتحبيه ولا مش هتحبيه؟ هتحبيه. للاسف بقول لكم دايما ان مفيش شخص دايم. تخيلي بقى ان انت اللي بتعملي كده مع نفسك، هتعشقيها مش هتحبيها. بس ان اساس النضج مش السن، اساس النضج التجارب، معتمده على سعادتك، معتمده ان انت لو عايزه تخرجي دلوقتي هتخرجي دلوقتي، عايزه تخرجي دلوقتي مش هتستني لسه تكلمي حد من صحابك. زي ما قلنا فهم الذات هيغير حياتك. فده اللي خلاني ان انا اول مره خرجت لوحدي في كافيه ما كنتش حاسه بتوتر، وحياتي زي ما انا خايفه ومرعوبه ان الناس تحكم عليا، هي نفس حياتي بالظبط، وانا مش خايفه ومرعوبه ان الناس تحكم عليا. بس الفرق ان انا هنا مستمتعه باللي انا بعمله، هنا انا مرعوبه على الفاضي. طبعا انتوا فاكرين ان انا جايه احكي لكم عن اول مره نزلت لوحدي، وان انا كنت مرعوبه من كلام الناس، خايفه حد يشوفني ويتجادج عليا. بس كل ده ما حصلش. الموضوع بدأ بان صاحبتي سابت الدرس اللي احنا كنا بنروحه في كده درس معين، الدرس بيبقى فيه كتير قوي، بيبقى فيها مدرجات دي. فصاحبتي فجأة سابت الدرس ده، صح كنا بنروح وبنيجي مع بعض وكل الشقلباظات دي. فصاحبتي سابت الدرس وراحت مكان تاني. نفسي ان انا اروح الدرس لوحدي وارجع لوحدي. فاول مرة كنت حاسة ان انا مكسوفة شوية، اللي هو كل الناس معاها اصحابها عادي، بطلع عشان اجيب لي حاجة اكلها في البريك وارجع لوحدي، يكون اللي قبليها لسه مخلصش اكون قاعدة مستنياه لوحدي. اوكي، لكن انا مقتنعه جدا ان بجد محدش مركز مع حد خالص خالص بجد. يعني انتوا لو انتوا مثلا خارجين ولقيتوا شخص خارج لوحده او قاعد في كافيه او مطعم لوحده، ايه اكتر حاجه هتقولوها؟ انا عن نفسي اقول نفسي هاخد فكره عن الشخص ده ان هو شخص من مسؤوليه وبيعرف اللي هو يعتمد على نفسه بصراحه. بقى فالصدفه بقى اللي حصلت ان بقى عندي درس تاني بعد الدرس ده. يعني انا مثلا مش هروح الدرس الاولاني اللي هبقى فيه لوحدي وهروح وخلاص شكرا، لا، ده انا هيبقى عندي في مسج غلط، ده هيبقى عندي درس تاني بعديه، يعني هضطر ان انا اروح لوحدي وافطر لوحدي وهيصه كبيره قوي. ف فمن هنا بدأ التغيير. في الأول كنت خايفة جدا وحاسة اللي هو يعني كل الناس هتبقى معاها أصحابها وكل الناس بقى هتبقى مركزة معايا إن أنا لوحدي. بعدين الصوت التاني بقى اللي هو بيرد علينا ده قال لي طب حتى لو قالوا كده هل دي فيها مشكلة؟ هل دي هتأثر علينا في حاجة؟ مش هتأثر علينا في أي حاجة. حتى لو قالوا كده مش هموت عادي. بنسبة 99.5% الكلام ده غلط غلط بجد، الكلام ده في علينا احنا بس. وساعات بقول لنفسي ان احنا لو شقلبناها وانا معايا جروب كتير وصحاب كتير وشفت بنت قاعدة لوحدها مش هجادج خالص، مش هجادج ولا اقول اي حاجة، بالعكس اقول لا دي بنوته عارفه تعتمد على نفسها وبنوته ناضجه. يا جماعه انتوا ملاحظين انا واخده تن ولا مش ملاحظين؟ طبعا انتوا ملاحظين جدا، باين موت. ماله التاني ماله؟ كل ده بقى كان في الدراسه قبل ما تيجي الاجازه. فجت بقى الامتحانات، وبزاوي احنا عشان كنا شهاده فكنا مش بنروح مدرسه. يعني جت الامتحانات اوكي، فكنت طبعا لازم ان انا اروح الامتحان. طبعا الامتحان بيبقى الصبح فكنت بروح لوحدي الامتحان، اخلص الامتحان وانا راجعه اجيب لنفسي فطار وهكذا. كنت بروح وبرجع لوحدي. كنت بشوف كل اللي حواليا معاهم صحاب وشله وكل الكلام ده. في كتير منهم بشوف انهم مش شبهي، اهتماماتهم غير اهتماماتي، عقلهم غير عقلي. زي ما متفقين في التشانل دي اهم حاجه ان احنا نصاحب حد شبهنا، دي اهم حاجه. لان احنا لو عقلنا 100% ناضج وعاقل وكل المميزات الدنيا فيه، ولكن صاحبنا حد او صاحبتنا مش كده وعكسنا، للاسف هنبقى زيها. فلازم نصاحب حد شبهنا. ان انتوا تخرجوا لوحدكم ده فيه مميزات كتير قوي، بس احلى ميزه فيه ان انتوا لو الناس معاكوا هتبقوا مبسوطين، ولو مش معاكوا هتبقوا مبسوطين برضو. يعني سعادتكم مش واقفه على حد. متضايقين او كده وعايزين تخرجوا هتروحوا وتخرجوا، مش هيكون عندكم اللي هو لا انا عايزه اكلم حد من صحابي. وكمان اصلا ساعات لما بنبقى مخنوقين او كده مش بنبقى عايزين ان احنا نكلم حد، بنبقى عايزين احنا بس نقعد كده لوحدينا نسمع صوت افكارنا. طبعا الكونسيلر ده يبقى فاتح هبل عليا. يعني من كام يوم كنت حاسه ان انا عقلي فيه حاجات كتير وان انا لا عايزه اخد بريك كده. خدت كراسه الجورنال بتاعتي وكتاب بحب اقراه، كان كده هادي اشرب فيه حاجه. ايه بقى مميزات ان انتوا تحبوا تخرجوا لوحدكم دايما؟ اول حاجه واهم حاجه ان انت بتفهمي نفسك، وان انت فاهمه نفسك ده حاجه تقدر تغير لك حياتك كلها. اتكلمت مع واحده صاحبتي من كام يوم ان قد ايه ان احنا فاهمين نفسنا دي حاجه اهم حاجه على الاطلاق. اللي تبعدي عنه اللي تقربي منه
ايه نقط ضعفك علشان تقويها، وايه نقط قوتك علشان تطوريها. ليه مهم هبل. لما تفهمي نفسك ده بيفهمك اهدافك، علشان انت بتفهمي ايه اللي انت بتحبيه وايه اللي انت مش بتحبيه. لما تشتغلي في حاجه انت بتحبيها توصلي فيها فعلا لمكانه كويسه، يبقى الضغط مش زي ان انت بتعملي حاجه بتكرهيها. بيحبها لما يجي يتعب او بعد يوم شغل طويل مش هيتعب نفس التعب لو حد بيشتغل حاجه مش بيحبها هيتعبه. ده هيتعب وده هيتعب، ولكن ده هيبقى تعبه في رضا استمتاع. ده هتلاقيه تعبان وكاره عيشته ومتضايق وكل الكلام. هيخليكي دايما سعيده لان انت هتعرفي ايه الحاجات اللي بتحبيها وايه الحاجات اللي مش بتحبيها. هيخليكي حتى لو زعلانه فتره تفرحي نفسك بنفسك، لان انت فاهمه نفسك وعارفه ايه الحاجات اللي انت لما بتعمليها وانت متضايقه بتبقي مبسوطه. فاهمين؟ والله يا جماعه موضوع ان انتوا تفهموا نفسكم ده سهل جدا، سهل، ولكن محتاج تجارب كتير. نصيحتي ليكم بجد، اي حاجه تعملوها اسالوا نفسكم ليه اخترتوا ده. النهارده انا عايزه، بصوا اي حاجه عندكم اي اختيارين اخترتوا اختيار اسالوا نفسكم ليه. اي حاجه عملتوها في حياتكم اسالوا نفسكم ليه. اكتر من 80% من اكتشاف النفسي كان بسبب سؤال ليه ده، بجد كان على اتفه الاسباب. يا جماعه بجد بتحللكوا حاجات كتير قوي، ركزوا في كل تفصيله مع نفسكم علشان يخليكم بجد تفهموا نفسكم. يعني انا السنه دي اكتر سنه اكتشفت في نفسي حاجات كتير قوي، كله كان من سؤال ليه. فزي ما قلنا فهم الذات هيغير حياتك. تاني حاجه حب الذات. هقولك حاجه، تخيلي انت حد كل ما تكوني متضايقه يفرحك، كل ما يلاقيكي زعلانه يخرجك. بذمتك ده شخص هتحبيه ولا مش هتحبيه؟ هتحبيه. ولكن زي ما قلنا للاسف بقول لكم دايما ان مفيش شخص دايم. يبقى ان انت اللي بتعملي كده مع نفسك، تعشقيها مش هتحبيها، بس مش هتكوني معتمده على حد، هتكوني معتمده على نفسك 100%. معتمده ان انت لو عايزه تخرجي دلوقتي هتخرجي دلوقتي مش هتستني لسه تكلمي حد من صحابك لما تيجي نخرج، او تبقي محرجه ان انت تكلميها. لو زعلانه تعرفي تفرحي نفسك، او تعرفي ان انت تقعدي كده في مكان هادي تسمعي افكارك وعقلك بس. وكمان ده بيخليكي انت تجربي تجارب جديده. وزي ما الدكتور قال ان اساس النضج مش السن، اساس النضج التجارب. فاوعي تخافي ان انت تجربي. انا عايزه اقول لكم متاخره قوي، فعايزه اخلص الفيديو بسرعه. دلوقتي انا هصلي الظهر، هصلي المغرب علشان اذن كده متوضيه وهنزل. موضوع بقى ان انتوا تخرجوا لوحدكم ده ليه مميزات تانية كتير غير اللي انا قلتها لكم دي، ولكن انا متاخره. خد معايا قلم واخد معايا زي وكتاب. جبت ده، عايزه اقرا، مش عايزه حد يظهر ورايا كده، محدش ظاهر. هكمل قراءه. معرفتش اصور قوي بره، كنت شايله اصلا